مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. انضمام المغرب لمجلس السلام اللي بتقوده الولايات المتحدة هو مش مجرد خطوة دبلوماسية عادية، لا، هو يعتبر مناورة استراتيجية كبيرة ممكن تعيد تشكيل موازين القوى في شمال إفريقيا. في التحليل ده هنستعرض الأبعاد العميقة للقرار ده بناء على رؤية تحليلية متخصصة. وده هو السؤال المحوري اللي بيطرحه المصدر عشان نفهم بشكل أعمق القرار المغربي، وإزاي خطوة واحدة زي دي تقدر تغير مكان الدولة بالكامل على الساحة الدولية. الحدث الأساسي هو انضمام المغرب لمجلس السلام الأمريكي. من منظور التحليل اللي معانا دي مش مشاركة عادية أبداً، لكنها خطوة مدروسة لها أبعاد استراتيجية كبيرة وهنكشف عنها دلوقتي. عشان نفهم الخطوة دي بشكل كامل هنتناول 5 محاور أساسية بيحددها المصدر. هنبدأ بالتزامات المغرب المحددة، وبعدها الركائز ال7 اللي بتشكل استراتيجيته، وإزاي كل ده بيأثر على ملف الصحراء ومكانته الإقليمية، وصولاً لكيفية مواجهته لخصومه. طيب، أولاً خلينا نشوف طبيعة الالتزامات اللي تعهد بيها المغرب. المصدر بيشوفها دليل على انخراط عميق بيتجاوز فكرة المشاركة الرمزية بكتير. اللي بتكشفه القائمة دي حسب التحليل هو أن مساهمة المغرب مش من جانب واحد، لا، ده التزام متعدد الأوجه بيجمع بين الدعم المالي والخبرة الأمنية والمساعدات الإنسانية وكمان المبادرات الاجتماعية، وده بيعكس قدرة استراتيجية شاملة على التأثير. النقطة الحاسمة هنا هي أن الخطوة دي ما جاتش من فراغ. التحليل بيحطها في سياقها الطبيعي باعتبارها تتويج لمسار طويل بدأ بالاتفاق الثلاثي اللي ضم اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وبعدها اتطور عبر محطات استراتيجية مدروسة بعناية. ودلوقتي نوصل للصلب التحليل. المصدر هنا بيقدم إطار مكون من 7 ركائز أساسية عشان يشرح الثقل الاستراتيجي الكبير للقرار ده. النقاط ال7 دي حسب كلام المحلل بتشكل خريطة طريق لفهم التحول الجذري في مكانة المغرب. يعني هي بتنقله من مجرد طرف في قضية الصحراء إلى صانع قرار جيوسياسي، ومن لاعب إقليمي إلى شريك أساسي في الأمن العالمي، وده بيديله أدوات نفوذ جديدة تماماً. وده بياخدنا مباشرة للي بيعتبره المصدر أهم أثر للخطوة دي على السياسة الخارجية المغربية، وهو طبعاً ملف الصحراء. والمقارنة دي بتوضح بدقة التحول اللي بيتكلم عنه المحلل. المغرب ما بقاش يتقدم بس كطرف في نزاع، لا، بقى شريك أمني دولي وفاعل في منظومة الاستقرار العالمية، والتغيير ده في الصورة الذهنية له تداعيات استراتيجية ضخمة. وهنا تكمن الفكرة المحورية في التحليل. لما يصبح المغرب فاعل أساسي في منظومة الأمن الدولي، فمقترحه للحكم الذاتي ما بقاش بيتقدم كحل لنزاع محلي وبس، لا، بقى بيتقدم كآلية لتحقيق استقرار إقليمي أوسع، وده بيديله قوة تفاوضية أكبر بكتير. طبعاً التحول ده في صورة المغرب الدولية له تأثير مباشر وفوري على ديناميكيات القوة في شمال إفريقيا، وده اللي بيوصفه المحلل بأنه إعادة تشكيل للمشهد الإقليمي. الاقتباس ده من المصدر بيلخص وجهة نظرهم بدقة شديدة. هو شايف إن المغرب ارتقى لمستوى جديد تماماً من التأثير، ما بقاش ينافس خصومه في الملفات التقليدية بس، لا، ده أصبح بيلعب دور أمني واستراتيجي مش ممكن يقدروا يجروه فيه. ودي نقطة في منتهى الأهمية في التحليل. من خلال ربط أمنه بأمن تحالف دولي كامل، المغرب حسب الرأي ده خلق رادع استراتيجي قوي جداً. يعني أي تهديد للمغرب ما بقاش يخصه لوحده، بقى يهدد استقرار منظومة كاملة هو جزء منها. في الجزء ده التحليل بيتطرق للمواقف اللي بيعتبرها معارضة للمغرب، وبيوجه انتقادات وردود لجهات مختلفة. المحلل هنا بيطرح قضية حساسة ليها علاقة بالتغطية الإعلامية. من خلال السؤال ده هو بيسلط الضوء على اللي شايفه تناقض بين الموقف الرسمي السعودي الداعم للمغرب وتغطية قناة العربية، وبيطالب بتوضيح هل التغطية دي بتعبر عن سياسة رسمية ولا لا. المصدر هنا بيوجه اتهامات محددة ومباشرة للجزائر، بتشمل اللي بيوصفه بالتصعيد العسكري على الحدود، وتوظيف الشأن الديني لأغراض سياسية، وعمليات استخباراتية في فرنسا. النقاط دي بتعكس وجهة نظر المصدر الحادة تجاه سياسات الجزائر. المحلل بيشوف أن النتائج الملموسة للمشاركة في مجلس السلام هي أفضل رد على الأصوات الداخلية اللي عارضت الاتفاق الثلاثي، وبيعتبرها دليل على أن القرارات اللي اتخذت كانت بتخدم المصالح الوطنية العليا. وبيختم المحلل تحليله بالتأكيد على أن اللي بيحصل ده مش مجرد سلسلة من الأحداث العشوائية، لا، ده تطبيق لرؤية استراتيجية متماسكة ومنطقية بتتنفذ خطوة بخطوة عشان تحقق أهداف محددة. في النهاية التحول ده بيطرح سؤال حاسم ومهم: هل إحنا بنشهد بداية تشكل نظام أمن جديد في المنطقة بتقوده محاور وتحالفات مختلفة؟ وإزاي القوى الإقليمية التانية
هترد على الديناميكية الجديدة اللي بيفرضها المغرب؟ المستقبل وحده هو اللي هيجاوب. إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.